مقاتل قوي بيدخل أخطر بطولة فنون قتالية علشان يثبت قوته للعالم كله. بيبدأ فيلم النهاردة بمجموعة كبيرة قوي من المقاتلين من كل مكان في العالم بيتدربوا علشان يشاركوا في أخطر بطولة في العالم، وهي مسابقة الكوميت اللي بتتعمل في الصين في مدينة هونج كونج، وبيشارك فيها عدد كبير قوي من أشرس المقاتلين في العالم. وبنشوف بعدها فرانك بيتدرب علشان يشارك في مسابقة الكوميت الخطيرة، وبيروح له واحد من الحراس وبيقول له المقدم كوك عاوز يقابلك ضروري لأنه عارف إنك بتتدرب علشان تشارك في مسابقة الكوميت. فبيقول له هاخد دش وهروح له بعدها، ولكن لما بيتأخر بيكتشف الحارس انه خدعه وهرب، فبيروح للمقدم بسرعة وبيقول له ان فرانك هرب منه، فبيقول له خلي رولينز وهولمر يدوروا عليه ويجيبوه لحد هنا في اسرع وقت. وفرانك في الوقت ده بيوصل عند بيت اشهر معلم فنون قتالية اللي اتدرب على ايده، ومراته بتقول له انه هيكون فرحان قوي لما يشوفك. وبيبص وقتها لسيف غريب جدا معروف بسيف الكتانة، ووقتها بيفتكر لما كان صغير ودخل هو واصحابه البيت علشان يسرقوا السيف واصحابه سابوه ومشوا. ووقتها بيجي المعلم شوتشي وبيقول له انه ما كانش ممكن يسرق السيف، ولو عاوز واحد زيه لازم يتدرب كتير ويتعب كتير ويعرض نفسه للموت، وساعتها هيكون مستحق انه ياخد سيف. وبعدها المعلم بيقابل ابو فرانك وبيقول له عاوز اعلم ابنك فنون القتال لانها بتقوي العقل والجسم والروح، فبيوافق من غير تفكير. بس اللي بيحصل ان المعلم بيدرب ابنه شينجو على فرانك، فبيتعصب فرانك وبيقول له انا مش كيس علشان ابنك يدرب عليا ولازم تدربني زي ما بتدربه. وفي يوم بنشوف شينجو واصحابه في المدرسه بيضربوه، وبيروح فرانك يدافع عنه ويخلصوا منهم. وبعد سنين كتيره بيموت ابن المعلم شوتشي وبيكون حزين جدا عليه، وفرانك بيقول له علمني فنون القتال الياباني. والمعلم بيرفض في الاول وبيكون معترض انه يدربه، لكن في النهايه بيقبل يدربه ويعلمه اسلوب قتاله المميز، وبيبدا يدربه ويعلمه ازاي يسدد ضربات قويه وسريعه جدا، وازاي يتفادى كل الضربات اللي هتتوجه له من عدوه، وبيعلمه ازاي يصطاد ويمسك الاشياء بسرعه جدا، وكمان بيعلمه اخطر اسلوب قتال وهو ازاي يقاتل وهو مغمى عينيه. وبيدربه على كل اساليب القتال الصعبه جدا، وبيأهله انه يكون مقاتل شرس. ولما بيشوف انه جاهز يكون مقاتل ويقدر يشارك في اصعب المعارك بيقدم له السيف بتاعه هديه. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وبيروح للمعلم الأوضة بتاعته وبيكون مريض، وبيقول له أنا هسافر هونج كونج علشان أشارك في مسابقة الكوميت عشان حاجة واحدة بس، وهي إن أشرفك قصاد العالم كله. فبيشجعه وبيقول له في أي وقت هتلاقي روحي موجودة جنبك وبتسندك. وفعلا بيسافر هونج كونج وبنشوف راكب أتوبيس، وفجأة بيدخل راجل ضخم بيكون اسمه جاكسون وبيفضل يضايق في واحدة راكبة الأتوبيس قدامه. وجانيس بنشوفها قاعدة في الكازينو وبتحاول تعرف من 2 متسابقين إيه اللي هيحصل في مسابقة الكوميت، لانها عاوزة تعمل حوار صحفي كبير جدا عن المسابقة دي، لكن للأسف محدش بيديها اي معلومات عن اللعبة. وفرانك بيشوف جاكسون بيلعب لعبة قتال فبيتحدى في اللعبة، وبيتفاجئ جاكسون من مهارة فرانك في اللعب وبيعرف انه بيمتلك مهارات عالية جدا في القتال. ورولينز وهولمر بيروحوا بيت المعلم شوتشي وبيقابلوا مراته وبيقولوا لها عاوزين نعرف فرانك مكانه فين، فبتقول لهم انها ما تعرفش عنه حاجة وانه جه هنا بس علشان يسلم على المعلم، وبعدها مشي وما تعرفش طريقه فين. ومستر لين بيقابل فرانك وجاكسون وبيقول لهم ان دي اكبر مسابقة للكوميت في التاريخ وهيشارك فيها مقاتلين من كل انحاء العالم، واتحاد المسابقة كلفه انه ياخدهم ويعرفهم كل حاجة عن الكوميت علشان يلتزموا بيها والا هيطردوا لو ما التزموش بالقواعد. وبياخدهم وبيمشيهم في المدينة وبيروحوا مكان غريب وبيمشوا في طريق ضيق جدا وما بيكونوش عارفين رايحين فين، بس في النهاية بيوصلوا للمكان اللي هيكون فيه المسابقة وبيكون فيه عدد كبير قوي من المقاتلين. وبيروحوا للحكام وكل واحد فيهم بيديهم الدعوة بتاعته، وبعدها بيقولوا لهم انهم عاوزين يختبروا قدراتهم علشان يعرفوا هل هم مؤهلين يدخلوا المسابقة ولا لا. وبيبدأ فرانك وبيقدر يكسر قالب الطوب وينجح في الاختبار وبيعجبوا بقوته وبيقبلوه في المسابقة. ورولينز وهولمر بيوصلوا هونج كونج وبيقابلوا المفتش تشين وبيقولوا له في واحد اسمه فرانك جه امريكا من يومين علشان يشارك في مسابقة الكوميت، وبيدوه صورته وبيقولوا له انه لازم يدور عليه ويجيبه في اسرع وقت قبل ما تبدأ المسابقة. وبياخد منهم الصورة وبعدها بيقولوا له انهم مش عاوزينه يشارك في القتال لانه ممكن يموت في القتال، وبيطلبوا مساعدته انه يدي صورته لكل رجالته علشان يدوروا عليه في كل مكان وياخدوه معاهم ويرجعوا امريكا. وفي الكازينو جانيس بتتخانق مع مقاتل اسمه حسين، وقبل ما يضربها بيجي فرانك ويمنعه، وبعدها بيتعرف على جانيس وبيسألها هو كان عاوز منك ايه، فبتقول له كنت بحاول اكتب قصة عن
مسابقة الكوميت، لكن رفض يقول لها اي حاجة، وانها مش عارفة ليه المقاتلين مش عاوزين يتكلموا عن اللعبة دي بالذات. ولما بتطلب منه يكلمها عن لعبة الكوميت وايه اللي بيحصل فيها، بيقول لها الكوميت للمقاتلين مش عشان الصحفيين يكتبوا عنها قصص، فبتقول له دي لعبة عنيفة وهي مش بتحبها ومش عارفة ليه الناس بيضحوا بنفسهم وبيشاركوا فيها. وفرانك بنشوفه بيتدرب في الأوضة بتاعته تدريبات صعبة جدا، وجاكسون بيقول له ان الحكام مستنيين في صالة القتال وعايزين نروح لهم حالا. وبنروح للحكام وبيقولوا لهم ان قبيلة التنين الاسود هي اول قبيلة استخدمت لعبة الكوميت علشان تقيس بيها مهارات اعضائها القتالية، وبيقول لهم في خلال ال3 ايام الجايين هتكون في مباريات كتيرة جدا، وكل لاعب هيواجه التاني علشان في النهاية يتبقى لاعب واحد بس يستحق ياخد سيف الكتانة. ومستر لين بيقول لهم ان من شروط الفوز في القتال ضرب الخصم ضربة قاضية، او انه يرميه خارج حلبة القتال، او انه يخليه يستسلم. وبيبدأ اول قتال وبيدخل جاكسون قدام مقاتل قوي وبيسدد له ضربات قوية جدا وبيقدر انه يجرحه في وشه، فبيغضب جاكسون جدا وبيمسك المقاتل اللي قدامه وبيضربه ضربة قوية جدا وبيخلص عليه وبيكسب القتال. والماتش التاني بيكون لأخطر مقاتل في المسابقة وهو تشونج لي اللي مش بيتهزم ابدا وبيقتل اي حد يدخل معاه في قتال، وبيقدر انه يخلص على المقاتل اللي قدامه بكل سهولة ويقتله من ضربة واحدة. وفرانك بيبدأ القتال مع حسين وبضربة واحدة بس بيقدر يرميه على الارض، لكن بيخدعه وبيقوم من وراه، وقبل ما يضربه فرانك بيهجم عليه بضربة قاضية وبيخلص عليه وبيكسب الماتش. وبتبدأ مجموعة كبيرة قوي من الماتشات وكل واحد في المقاتلين بيحاول يثبت نفسه ويدمر المقاتل اللي قدامه، وبتكون المسابقة خطيرة جدا وشرسة وفيها ناس كتير جدا بتموت في القتال. ورولينز وهولمر بيكونوا بياكلوا في مطعم وبيجي لهم المفتش وبيقول لهم المكان اللي موجود فيه فرانك، فبيسيبوا الاكل وبيروحوا بسرعة عنده وبيطلبوا منه انه يسلم نفسه ويرجعوا حالا على امريكا. فبيقول لهم اخلص المسابقة وفي يومين هكون في المطار وراجع تاني، فبيهددوا انهم هيضربوه بالصاعق الكهربائي، لكن جاكسون بيهجم عليهم وبيدي الفرصة لفرانك انه يهرب منهم، فبيجروا وراه علشان يمسكوه بس بيفشلوا يقبضوا عليه وبيهرب منهم. وبالليل بيكون قاعد في مطعم مع جانيس وبتقول له انها عاوزة تدخل نادي القتال اللي بيكونوا موجودين فيه، بس بيقول لها ممنوع اي حد يدخل غير المشتركين، ده غير ان الصحفيين خصوصا ممنوع انهم يكونوا موجودين هناك. وتاني يوم فرانك لما بيوصل صالة القتال بيتفاجئ بوجود جانيس وبتقول له انها عندها طريقتها الخاصة اللي تقدر تدخل بيها اي مكان وتكون موجودة فيه. وبيبدأ قتال اليوم التاني وبتكون جانيس بتتفرج عليهم وبتسجل كل حاجة بتحصل، وبنشوف تشونج لي بيدمر اي مقاتل بينزل قصاده وبيكسر له عظمه. وكمان فرانك بيستخدم كل مهاراته القتالية وبيدمر كل المقاتلين اللي قصاده بضربته القاضية. وبيدخل فرانك قتال عنيف جدا ضد مقاتل ضخم جدا، وفي البداية المقاتل ده بيتغلب عليه، لكن فرانك بيضربه ضربة قوية جدا في بطنه، وبعدها بيضربه في اماكن حساسة جدا وبيضربه ضربة قاضية وبيخلص عليه. وبتبدأ مرحلة القتال قبل الأخيرة وفيها فرانك بيحذر جاكسون وبيقول له ان تشونج لي قوي جدا وعشان يقدر يهزمه لازم يضربه في بطنه ضربات قوية وسريعة، وبكده يقدر يسيطر عليه ويغلبه لان بطنه هي نقطة ضعفه واضعف مكان في جسمه. وبيبدأ القتال بينهم وجاكسون بيكون قوي جدا وبيضرب تشونج لي ضربة قوية وبيوقعه على الارض وبيجرحه في وشه، بس تشونج لي بيقوم تاني وبيكون زي الوحش المفترس وبيهجم على جاكسون وبيضربه بكل قوته وبيرميه على الارض وبيضربه ضربته القاضية وبيخلص عليه وبيخليه ينزف دم كتير جدا وبيغمى عليه. وفرانك بسرعة بيروح له يطمن عليه انه لسه عايش، وبعدها بياخدوه المستشفى وبيكون جسمه كله اتدمر، وبيقول له انه هينتقم له من تشونج لي ويخليه يندم على اليوم اللي اشترك فيه في المسابقة. بس جانيس بتقول له انا مش عاوزاك تشارك في المسابقة دي لاني مش عاوزة اشوفك نايم على سرير المستشفى بين الحياة والموت. وبيخرجوا من عند جاكسون وبيقول لها فرانك انه مشارك في المسابقة دي مش عشان خاطر نفسه ولكن علشان معلمه شوتشي اللي ضحى بحاجات كتيرة جدا علشان يعلمه القتال. وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض وجانيس بتسيبه تمشي، وجانيس بتكون خايفة عليه جدا من القتال وبتروح اسم الشرطة وبتقول لهم انها عاوزة تمنع مسابقة الكوميت لان في واحد النهاردة كان هيموت وبكرة صديقها ممكن يموت في القتال. فبيسألها المفتش تشين مين هو صديقك، فبتقوله فرانك. وبعدها فرانك بيفكر في كل حاجة عدت عليه وذكرياته مع صديقه جاكسون اللي بين الحياة والموت، وبيفكر في المعلم شوتشي وازاي يقدر يردله الجميل. وبنشوفه بيستعد للقتال وبيتدرب تدريبات صعبة جدا علشان يقدر يحطم تشونج لي وينتقم منه وياخد بطار صديقه. وفرانكو وهو رايح نادي القتال بيقابل في طريقه هولمر واللي بيقول له انه لازم يسلم نفسه ليهم، فبيقول لهم انا النهارده اخر يوم في القتال وهو هنا علشان يحقق حلمه
ومش ممكن يضيعوا بالسهوله دي، فبيكون معاهم الشرطه وبيهجموا عليه واحد ورا التاني، بس بيقدر يضربهم ويخلص عليهم، فبيهددوا انهم هيضربوه بالصعق الكهربائي لو ما سلمش نفسه، بس مش بيقدروا عليه وبيروح القتال. وفرانك بيتاخر على القتال، والمستر لين بيحاول يقنع الحكام انهم يستنوه لما يجي، بس بيقولوا له مفيش اعذار ولو ما جاش دلوقتي هيعلنوا انسحابه. بس فجاه بيظهر فرانك وبيتاسف لمستر لين على التاخير، وبيبدا القتال بين فرانك وواحد من المقاتلين، وبيكون في عدد كبير قوي من الجمهور بيحضر القتال، والمقاتل ده بيضرب فرانك ضربه قويه جدا وبيوقعه على الارض، وبيفضلوا يضربوا في بعض وقت طويل جدا، بس فرانك بيكون اقوى واسرع منه بكتير وبيسدد له ضربات قويه جدا ومركزه، وبيقدر انه يخلص عليه ويكسب القتال. وجانيس وقتها بتفرح جدا انه كسب الماتش، وبيبدا الماتش التاني بين تشونج لي وواحد من المقاتلين، وبيسددوا ضربات قويه لبعض، بس تشونج لي بيكون عنيف جدا وشرس، وبيضرب المقاتل اللي قدامه وبيرميه على الارض وما بيرحموش، وبيفضل يسدد له ضربات قويه جدا لحد ما بيخلص عليه والمقاتل بيموت. وبعدها بيروح لفرانك وبيشاور عليه وبيقول له انت دورك الجاي. وفي النادي بيجهزوا كل حاجه علشان المباراه الاخيره اللي هتكون بين فرانك وتشونج لي، والمستر لين بيقول لفرانك النهارده ممكن تدخل التاريخ لو قدرت تتغلب على تشونج لي وتهزمه. وكل مقاتل فيهم بيستعد للقتال، والمدرب بتاع تشونج لي بيحط له حبايه بيضه في هدومه، وبيدخل كل واحد فيهم ساحه القتال وبيحيوا بعض، وتشونج لي بيقول له هحطمك زي ما حطمت صديقك وخلصت عليه. وبيبدا القتال بينهم، وبيطير فرانك بكل قوته وبيضرب تشونج لي ضربه قويه جدا وبيرميه على الارض، وبيفضل كل واحد فيهم يسدد ضربات للتاني، وتشونج لي بيضرب فرانك ضربه قويه جدا ويوقعه على الارض، وبيضربه ضربه تانية وبيمسكه من ايده وبيرميه على الارض. وبيستمر القتال بينهم وبيكون شرس جدا، وكل واحد فيهم بيضرب التاني بكل قوته وبيحاول انه يخلص عليه، وفرانك بيضرب تشونج لي بكل قوته وبيقدر يوقعه تاني على الارض. وفي الوقت ده تشونج لي بيطلع الحبايه وبيكسرها في ايده وبيقوم وبيرشها على وش فرانك وبيخليه ما يقدرش يشوف قدامه، وفرانك للاسف بيسدد كل الضربات في الهواء وما بيكونش شايف اي حاجه، وتشونج لي بيستغل الفرصه وبيفضل يضرب فيه ضربات قويه جدا وبيدمره، وفرانك ما بيعرفش يعمل ايه، وكل الجمهور بيشجع تشونج لي وما بيرحمش فرانك وبيذله قدام كل الناس. وفي الوقت ده فرانك بيحط ايده على عينه وبيقرر انه يستخدم الحاسه السادسه واللي هيقدر بيها انه يتغلب على تشونج لي، وبيقدر يصد كل ضرباته، وكمان بيسدد له ضربات قويه جدا ومؤلمه. وفرانك بيكون متالق جدا وبيستخدم كل مهاراته القتاليه وبيضرب تشونج لي ضربات قاتله جدا وسريعه جدا، مع انه ما بيكونش شايف قدامه، بس بيعتمد على حاسه الادراك وبيقدر انه يضربه الضربه القاضيه ويرميه على الارض وبيمسكه من رقبته وبيخليه يستسلم. وبكده فرانك بيكسب البطوله وبيدوه سيف الكتانه، وكل الناس بيحيوه بيشجعوه لانه دمر اسطوره تشونج لي. وبعدها بيروح عند صديقه جاكسون المستشفى وبيطمن عليه وبيكون اتحسن جدا وبيودعه وبيمشي، واخيرا بنشوفه في المطار بيودع جانيس من بعيد وبيمشي. وبينتهي فيلمنا النهارده. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، واستنونا في فيلم جديد على قناتنا. سلام.